السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا فريدات؟ اخباركم ايه؟ في الفيديو بتاع النهاردة ده هكلمكم عن حاجة مهمة جدا. اعتقد ان هي بتهم كل واحد او كل واحدة بت بتحاول في حياتها توصل لهدفها، تحسن من جودة مستقبلها، بتبني الحياة اللي هي بتتمناها، او بتحاول تحسن ولو بنسبة 1%. النهاردة هكلمكم عن حاجة اسمها فن المحاولات. أول مرة سمعت المصطلح ده حسيت ان هو والله في فن المحاولات. ايوه، في فن المحاولات، بس هكلمكم النهاردة على نصايح تخلي المحاولات بتاعتك بشكل غير تقليدي، بشكل جديد، بشكل ممكن يكون ما خطرش على بالك قبل كده، او ممكن تكوني مش متخيلة ان هو هيوصلك لنتيجة كويسة، او هيخليكي عندك لمبة في دماغك كده بتنور بتقولك والله حاجات كده، طرق انت لسه ما دخلتيش فيها. فلأي واحدة محبطة من المحاولات، محبطة من النتائج، مكتئبة بسبب طول المدة اللي حاولت فيها وما وصلتش للحاجة اللي هي عايزاها، الفيديو ده ليكو. وإن شاء الله هقدم لكم 5 نصايح هتفيدكم جدا. وفي آخر الفيديو هقولك ازاي تخلي المحاولات بتاعتك فعلا في الليفل بتاع الإعجاز منه. يلا بينا. النصيحة الأولى اللي عايزة أتكلم معاكي فيها هو تعريف مصطلح النجاح نفسه. انت لو عاوزة تنجحي في حياتك، فغالبا طول سنين دراستك سواء في المدرسة أو في الجامعة هتكوني عندك المصطلح أو المفهوم بتاع إن أنا بنجح، يعني بشتغل طول السنة وبذاكر طول السنة وبمتحن طول السنة وفي الآخر بيجي النجاح. لكن في الحياة النجاح حاجة تانية. النجاح بتاع الحياة ملهوش علاقة بالنتيجة اللي احنا وصلنا لها في الآخر. عايزين نسمي النجاح تسمية تانية، وهو التطوير الشخصي المستمر. مش معنى ان انا ما وصلتش لنتيجة دلوقتي، او ان الوقت عدى وانا لسه ما وصلتش مثلا لنهاية الطريق، معنى كده ان انا ما نجحتش. كل يوم بيبقى فيه نجاح طالما كل يوم بتعلم حاجة، طالما كل يوم بقاوم مشتتات كتير جدا في حياتي وبعمل الحاجة اللي المفروض اعملها اللي هي كان ممكن ان انا ما اعملهاش، فده معناه ان انا ناجحة في حياتي. مجرد ان انا حطيت المفهوم ده في دماغي وفهمت ان انا والله مش فاشله ولا اي حاجه، ولا ان انا بتقاعس، او ان انا طالت عليا المده وما حققتش النتيجه المرجوه في الاخر، ان انا كده فاشله، او ان انا مش ناجحه، او ان انا مش عارفه اوصل لهدفي، او محاولاتي فعلا باظت. لا، انا بس هعرف النجاح بطريقه مختلفه. هو النجاح اني قاومت كل حاجة كانت ممكن تحصل في اليوم مش مهمة، لكن انا قررت واخترت بارادتي اني اعمل الحاجة المطلوبة مني. وده ما عندكوش فكرة بيخلي ليفل الثقة بالنفس والفخر بالحاجة اللي أنا عملتها بيحطوا فعلا في مجاله. بيحطوا فعلا إن الواحد لا والله، ما أنا كان ممكن إن أنا ما اسهرش النهاردة وما خلصت الكورس النهاردة، ما اروحش الجامعة النهاردة، ما ذاكرش النهاردة، لكن أنا قررت إن أنا ألغي مصطلح نجاح في نهاية الطريق والنتيجة النهائية. لكن أنا دلوقتي عملت تطوير شخصي مستمر، كل يوم بتطور إن شاء الله حتى 1/10%. بلاش 1%، 1/10% أنا ناجح، وأنا محاولاتي إن شاء الله هتنجح. النصيحة التانية اللي عايزة أقولك عليها، وهي نصيحة غالية وفعلا فعلا مهمة بس بتوه علينا في طريقنا، إن احنا نجرب حاجات جديدة أو نجرب نفس الحاجات بطريقة جديدة بدل التكرار الممل. من أهم أقوال أينشتاين اللي هو كان بيعتبر أعظم عقلية علمية أنجبتها البشرية، وأيقونة العلم والنجاح في العالم كله، حتى من يمكن 100 سنة لغاية دلوقتي، كان من أهم الأقوال بتاعته إنه بيقول الجنون هو إن أنا أحاول في ذات الشيء مرة بعد أخرى بنفس الطريقة وأنتظر نتيجة مختلفة. ففعلا الواحد لما يجرب إنه هو يوصل لهدفه، بس يجرب انه بلاش الطريق ده، طب انا هسلك الطريق ده، طب انا همشي من الطريق ده، التجربة بطريقة مختلفة وبطريقة جديدة، وتكون مش مملة، لان الطرق التقليدية خلاص احنا قتلناها بحثا وفعلا وزهقنا منها وما عدناش مستنيين منها اي نتيجة بصراحة. يعني مثلا لو انت بتحاولي تعملي دايت وزهقتي من الدايت التقليدي بتاع عجز السعرات ومعرفش ايه، جربي تعملي حاجة مختلفة. جربي تمنعي السكر لمدة اسبوع. جربي انك تبدلي وجبة بمثلا عصير سموزي يكون فيه خضروات وفواكه. جربي ان انت تمشي كل يوم فترة معينة من الزمن وتقاومي نفسك في ان انت ما بتحبيش الرياضة او حاجة.
يمكن ده يكون المحاولة المختلفة للوصول لهدفك واللي هتشجعك ان انت تكملي، حتى لو كنتي هترجعي للطريقة التقليدية اللي هي ممكن تكون بتجيب نتيجة بس انا زهقت منها دلوقتي او مليت منها دلوقتي، واحنا طبعا بنمل كتير. النصيحة الثالثة اللي عايزة اقولك عليها في نظام محاولاتك الجديد، المحاولات الفنية، هو ان انت تخلي المتعة اهم من الانجاز. بجد النصيحة دي ممكن تكون يعني من أهم النصايح اللي احنا محتاجينها دلوقتي. احنا خلينا الوصول لهدفنا عملية روتينية بحتة وفي منتهى الجدية بشكل ممل، فنسينا خالص ان احنا نستمتع بالرحلة واحنا ماشيين فيها. بكلمكم والله من عمق التجربة. soon or later انتي هتوقفي، لان الموضوع هيفقد الحماسة، هيفقد المتعة بتاعته، هيفقد التشجيع. فانتي عشان تكملي في الطريق بتاعك لازم يكون في بونبونايه ومكافأة، لازم يكون عندك الكونسبت بتاع ان انا امشي من الطريق بس وانا مستمتعه. يعني هقول لكم على مثال دلوقتي. كانت واحده صاحبتي الدكتور نصحها ان هي لازم تلعب رياضه علشان كانت عايزه تزود اللياقه البدنيه والكتله العضليه في جسمها، لكن هي كانت من النوع اللي بيكره المشي وبيكره الجيم وبيكره الرياضه وبيكره التمارين، حتى التمارين المنزليه او يعني ممكن تقولي ابسط البسيط ما كانتش محبذه ان هي تعمله. فكانت صحتها للاسف تتراجع، وكان دي حاجة ضرورية بالنسبة لها، إلا إنها ما كانتش قادرة إن هي تعملها. يعني بصي، هدف له علاقة بالصحة، يعني اللي هو أولويات الحياة. اقترح عليها الدكتور إن هي تروح تمرين للسباحة، وهي كانت بتحب العوم والمية جدا، وكانت المية من الحاجات اللي بتخليها إن هي يعني جهازها العصبي كده يستقر ويتحط في مكانه كده في موضعه. فقررت ان هي تكلم مركز لتعليم السباحة، ولقيت ان عندهم حاجة اسمها زومبا السباحة او زومبا العوم، حاجة كده يعني. فمش بس ان هي اتشجعت ان هي تروح، دي كانت بتستنى الايام بتاعة التمرين علشان تروح فيها. هي هنا وصلت لهدفها، لكن بطريقة ممتعة وبطريقة جميلة وبطريقة فرحتها، وصلت للآخر في الآخر الحاجة اللي هي عايزاها. فلما نخلي المتعة أهم من الإنجاز، ممكن إن احنا ننجز برضو بس واحنا مستمتعين. النصيحة الرابعة اللي هقولك عليها دلوقتي نصيحة كلنا بننساها، كلنا عندنا، معرفش بقى الفكرة جات لنا منين، إن احنا ما ناخدش استراحة أبدا. النصيحة اسمها خدي راحة بدل ما تكملي غصب عنك أو توقفي خالص. عارفين حياتنا زي ما تكون كده ماراثون، يعني زي سباق كده او مسافة المفروض الانسان بيمشيها او بيجريها. فالمسافة دي طويلة قوي. معرفش يعني هل شفتوا حد بيمشي ماراثون قبل كده؟ هتلاحظوا ان هو في وقت من الاوقات، ودي من الحاجات اللي انا كنت بستغربها وما كنتش عارفة ليه، في وقت من الاوقات هو في الماراثون بس هو بيجري بالراحة جدا. يعني هو يعني سرعته يعني هو لو قرر ان هو يمشي مشي عادي ممكن يمشي اسرع من كده، او هيمد مثلا يمشي اسرع من كده، لكن هو بيجري بس بالراحة خالص. كذلك حياتنا زي الماراثون، بدل ما ناخدها من اولها لاخرها واحنا على اقصى سرعة لينا، مش هنقدر ان احنا نوصل للاخر. خلينا صراحة، محدش بيفضل على اقصى قدرة او طاقة ليه طول الوقت طول الحياة. لازم نعرف ان احنا محدودين، بيجي علينا وقت ونفسيتنا بتتعب، جسمنا بيتعب، دماغنا بتتعب، بنهنج والايرور بيحصل، عادي جدا ان ده يحصل. فبدل ما توقفي هتاخدي استراحة. زي بالظبط متسابق الماراثون ده، بدل ما يوقف خالص ويقول انا مش هقدر اكمل الماراثون، انا تعبت، انا نفسي راح، انا طاقتي خلصت وهكذا، بيقرر ان هو بدل ما يوقف او يقعد على جنب او يقول خلاص انا مش لاعب، بيهدي من سرعته شوية. وتهدئة السرعة ده مش معناه ان هو فشل ولا ان هو توقف ولا ان هو ساب اللعبة خالص، لا، ده مجرد ان هو بس بيحاول يشحن طاقته شوية علشان يقدر يكمل اللي جاي احسن من ان هو لو ما وقفش، لان هو لو ما وقفش مش هيقدر يكمل. بيقيسها بان انا والله انا في اللحظة اللي فاتت لسه كنت على بعد ان شاء الله حتى 5 متر ورا، لكن انا دلوقتي عديت 5 متر دي، وكمان ثانية ولا ثانيتين خلاص هعدي كمان 5 متر. فأنا في الحقيقة أنا مش واقف محلك سر ولا أنا فاشل، أنا في الحقيقة ماشي بس بسرعة أقل، علشان أنا هدفي ودماغي على الهدف الكبير البعيد، إن أنا أكمل الحياة أو أكمل بقى في محاولاتنا دلوقتي في الهدف اللي أنا بحاول إن أنا أوصل له. النصيحة الخامسة اللي حابة أقولك عليها النهاردة هي حيلة
حيلة اسمها حيلة التطوير العكسي. بمعنى لو انا في حاجة عايزة اوصل لها وبحاول فيها ومش نافع، فانا بشوف ايه الحاجة اللي ممكن ان انا ما اعملهاش لكن هي تساعدني في انها تزقني ناحية محاولة افضل. بمعنى ان انا لو في حاجة مثلا بحاول اوصل لها او هدف او بتاع، فللأسف بلاقي نفسي على السوشيال ميديا بأحبط، ببقى مكتئبة. في ناس بتابعها بتجيب لي كده، بتحاول تقول لي يعني يعني انتي محاولاتك دي هتوديكي فين؟ ده في الناس سابقاكي ورايحة سنين ضوئية قدام، لا انتي مهما حاولتي مش هتقدري توصلي. هي دي الحيلة اللي انا هستخدمها، ان انا اقطع علاقتي او امنع تماما اي حاجة بترجعني لورا، او ان هي بتوقف محاولاتي بتخليني فعلا حاسة ان محاولاتي دي كأنها ملهاش لازمة. سواء الكلام ده كانت عادة غلط انا بعملها، زي مثلا ان حد بيشتكي ان وقته دايما ضيق لكن بيقضي وقت طويل جدا على السوشيال ميديا، او ان هو بينام اكتر من اللازم، او ان هو ما بيستغلش وقت الطاقة بتاعه بشكل افضل. اوقات الطاقة دي يعني في انسان بيبقى عنده وقت معين بيبقى فيه طاقته عالية، فالوقت اللي طاقته عالية دي ما بيستغلهوش كويس، بيعمل فيه حاجات مش متطلبة اساسا، يعني ان هو يكون في طاقة عالية، لكن بيحاول ان هو في وقت الطاقة المنخفضة بتاعه. مش كل الناس عندها نفس الجدول، يعني في ناس طاقتها عالية الصبح، في ناس طاقتها عالية بالليل، فما بيستغلش بقى معدلات الطاقة دي. معدل الطاقة لما يبقى عالي والتركيز عالي المفروض ان هو يعمل الحاجات المتطلبة طاقة عالية وتركيز عالي، الا انه بيفسد الموضوع ده. هو بقى لما يعمل تطوير عكسي، ان هو يركز كويس امتى انا هكون طاقتي عالية علشان اقدر اني العب رياضة، اقدر ان انا اتفاعل مع الناس، اروح اخد كورس. لكن في طاقتي المنخفضة ممكن مثلا اعمل الاعمال الروتينية اللي هي لازمة برضو في وصولي لهدفي، ومحاولاتي مش هتكتمل الا بيها، الا اني بستغل وقت الطاقه المنخفض في ان انا اعمل الاعمال الروتينيه دي اللي ممكن تساعدني، يعني زي كده الايه، الحاجه اللي بتسند محاولاتي علشان ان انا اقدر اكمل. لكن المحاولات الاساسيه والخطوات الرئيسيه هي دي اللي انا بستخدم فيها الطاقه العاليه بتاعتي. وعلشان محاولاتك توصل لنتيجة إعجازية فعلا، لازم ان انتي قبل كل الحاجات اللي انا قلتها دي تستعيني بربنا، لان ربنا هو اللي هينجحك وهيفلحك وهيخلي مستوى المحاولات بتاعتك يكون جودته كويسة، وتقدري انك توصلي للحاجة اللي انتي عاوزاها بسرعة. وربنا هو هيسر لك امورك. لازم هتستعيني بالله قبل كل الحاجات اللي انا قلتلك عليها دي، لو انتي فعلا محتاجة توصلي لهدفك ويكون محاولاتك المرة دي مش مكئبة ومش محبطة. متنسوش تقولوا لي في الكومنتات ايه اكتر نصيحة انتوا كنتوا محتاجينها فعلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.